هل مهم اتعلم البرمجه او اعلم ولادي البرمجه حتى بعد وصول الاي اي لتطور ومراحل عاليه جدا؟ الفكره ان البرمجه هي طريقه حل المشكلات او طريقه تفكير، زيها زي حاجات كتير جدا، هي سكيل، مهاره. واتكلمنا قبل كده عن المهارات. المهاره ببساطه هي حاجه بتكتسب بعد ممارسه كبيره، زي بالظبط سواقه العربيه، ركوب عجله، الصيد، حاجات زي كده. كل دي سكيلز تقدر ان انت تكتسبها، وعلشان تكتسبها بتحتاج تكرر او تعيد الحاجات دي او تتدرب عليها بشكل متتابع كتير جدا لحد ما تتقنها. زيها برضو زي انك تتعلم لغة جديدة او حاجة زي كده. نفس القصة هي البرمجة، بس البرمجة بقى بتعلمك انك تبقى دقيق في التفاصيل بتاعتك، تبقى بتفكر بشكل كريتيكال جدا ان انت تحل اي مشكلة، او ان انت تحاول تفكر دايما في حل للمشكلة او تتخيلها قدامك. فهي لو كانت حتى مش هتستخدمها فانت هتستخدمها في حياتك اليومية وهتفيدك جدا جدا جدا. ده غير ان هي هتغير طريقة تفكيرك وطريقة تفكير اولادك وتخليهم احسن. في احصائية كده كنت قرأتها بتقول ان الطفل اللي بيتعلم لغة مختلفة، خلينا نقول مثلا زي الانجليش او غيره، يقدر ان هو يتعلمها مع اللغة الاساسية بتاعته، طريقة تفكيره بتبقى احسن من الطفل العادي اللي ما اتعلمش غير لغة واحدة بس. وهكذا من حاجات كتير جدا كفوائد تكتسبها من تعلم البرمجة. فحتى لو مش هتستخدمها في البرمجة نفسها، انك تعمل حاجة للكمبيوتر وتقول له مثلا يشتغلها او يعملها، فانا شايف ان هي هتفيدك جدا في حياتك اليومية. اتعلمها علشان كده. مش بس كده، كمان البرمجة لما هتتعلمها انت هتقدر ان انت تفهم اصلا الاي اي ده قال ايه او عمل ايه. لو انت كنت عايز اي مشاريع او اي حاجات طلبتها منه، هو النهارده بالفايب كودينج بيقدر يعمل حاجات كتير جدا حلوه، ولكن تخيل معايا انت قاعد قدامه كده انت مش فاهم هو عمل ايه. بس لو اتعلمت برمجه هتفهم هو عمل ايه بالظبط، وهتقدر توصل لنتائج عاليه جدا في الحاجه اللي انت عايز تعملها بشكل احسن بكتير قوي من الشخص اللي مش متعلم. فانا شايف بكل امانه ان دي حاجه وفرصه لو ضيعتها مش هتبقى حاجه كويسه. انا شايف كمان ان انت لما بتتعلم حاجه جديده زي سكيل يعني جديده بشكل عام، بتفيدك جدا على مستوى السعاده بتاعتك. يعني انت النهارده لو جيت مثلا تتعلم حاجه غير لو مثلا خدت الفلوس ورحت اشتريت بيها تليفون جديد مثلا، خلينا نقول ان انت تتعلم البرمجه بفلوس مثلا، فانا شايف انه مستوى سعادتك على المدى الطويل هيكون احسن بكتير قوي من حد مثلا راح اشترى بيها حاجه جديده او هدوم او الكلام ده. فطبعا ارجح ان انت تتعلم برمجه، طبعا ارجح ان انت تعلم ولادك البرمجه. واشوفكم في الفيديو الجاي.